طلب منك بقى في اليوم التاني إنك تعمل محضر أو تعمل شكوى، وهل المحضر بيكون في أقسام الشرطة بس ولا في طرق تانية؟ مبدئيا كده كل الشكاوي أو كل الطلبات، إيه اللي بيميز المحامي عن الشخص العادي؟ وهي حاجات بسيطة خالص. أي شكوى بنكتبها بيكون فيها شاكي ويكون فيها مشكو في حقه، موضوع شكوتنا والطلبات بتاعتي إيه. فأنا لما هاجي مركز الشرطة أعمل محضر أو اسم الشرطة، هكتب مثلا صيغة الشكوى بسيطة خالص: السيد العميد مأمور اسم شرطة كذا مقدمه لسيادتكم، واكتب اسم المواطن، أو أكتب اسمي محامي وكيلا عن فلان الفلاني بالتوكيل رقم كذا، وابتدي أكتب الموضوع. طيب لو أنا بعمل مثلا محضر ضرب، هيبقى المشكو في حقه قام بالتعدي على موكلي، أو حيث قام المشكو في حقه بالتعدي علي بالضرب وأحداث ما بي من إصابات، وكان ذلك أمام شهود، واذكر أسماء الشهود اللي أنا هحتاج أسمع شهادتهم في النيابة العامة، أو ممكن أسمع شهادتهم في المحضر في مركز الشرطة واسم الشرطة. ثم بعد كده أكتب بقى لذلك الطلب بتاعي إيه: التمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا وإعطائي التمس من سيادتكم اتخاذ اللازم قانونا وإعطائي خطاب المستشفى اللي هتوقع الكشف الطبي على المجني عليه. لو عايز أسمع شهود، وأقول وسماع شهادة الشهود الوارد أسمائهم. كل دي حاجات بسيطة في البداية، لازم تكون بتعرف إزاي تعمل شكوى. وبعد ما هتعمل الشكوى، هيبتدي إنك تأشر عليها من نائب المأمور أو من مأمور الاسم. ثم بعد كده بتفتح محضر اسم بيتسأل فيه مثلا: حيث حضر لديوان قسم الشرطة المواطن كذا، أو يبتدي يكتب: وبعد الاطلاع على الشكوى المقدمة من المواطن ضد فلان الفلاني، وذلك لتضرره من التعدي عليه بالضرب. كمان ممكن نفس الصيغة برضه نعمل لو بنعمل محضر نصب، نقول إن المشكو في حقه قام بالنصب على موكلي، قام بأخذ منه مبلغ مالي، وذلك باستعمال طرق الاحتيال، إن هو أوهمه بإن هو عنده مشروع وهمي أو عنده شركة أو عنده مصنع أو عنده قطعة أرض، واستولى على المبلغ المالي الموكلي وقام بالنصب عليه. وتذكر الواقعة دي لو أنت معاك شهود، لو أنت معاك مستندات، معاك فلاشة، معاك فيديو، معاك أي حاجة. ثم بعد كده تكتب لي ذلك: التمس من سيادتكم إلى اتخاذ اللازم قانون وتحرير محضر بالواقعة، حيث أن هذه الواقعة تمثل جريمة النصب المنصوص عليها في قانون العقوبات وفقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات. مهم أوي تعرف إن صيغة الشكوى بتكون كده، ما بتخرجش عن كده، وأنت بأسلوبك اللي هتكون إن شاء الله أفضل مني أنا شخصيا هتبتدي تكتب. طب هل الشكاوى بتكون في مركز الشرطة بس؟ لا، في يعني ممكن نتداول إن أنت ممكن تعمل شكوى على البوابة الإلكترونية للنيابة العامة. النيابة العامة أتاحت على المنظومة إن أنت ممكن تعمل شكوى بتتحال مباشرة للنيابة. كمان ممكن تعمل فاكس في أي مكتبة، والفاكس ده بيتحول على الجهة اللي أنت باعت لها الفاكس، ثم بعد كده بتتسأل فيه. ممكن تعمل تلغراف، بتروح الشركة المصرية للاتصالات وتعمل تلغراف، ثم بعد كده بيتصلوا بيك الجهة اللي أنت عامل لها الشكوى، وبعد كده بتسألك سين وجيم على الموضوع. دي أنواع معينة، دي أنواع يعني في طرق كتير للشكاوى. كمان ممكن مثلا في شكاوى في مجلس المدينة، في شكاوى في الري، في شكاوى في الضرايب. المهم اللي يهمني إنك تعرف إزاي أو صيغة الشكوى تعملها إزاي، عشان بعد كده تقدر تعمل إيه محضرك في الجهة اللي أنت عاوزها. تلاقيني برضو سايب لك في الوصف صيغة الشكاوي لبعض الجهات الرسمية اللي أنت ممكن تعملها. ولو عندك أي سؤال أو أي استفسار ابعتهولي، وإن شاء الله هرد عليك على طول.